على يمينك أثناء دخولك معبد الكرنك هتشوف ضريح يعلوه قبة، إنه ضريح الشيخ علي ابن دقيق العيد، أحد كبار العلماء والفقهاء في عهد الدولة المملوكية، وحتى الآن له زواره ومريديه من مختلف المناطق بصعيد مصر. وسبب تسميته بابن دقيق العيد لأنه كان ينتسب إلى أسرة ترتدي الثياب الناصع البياض كدقيق العيد. ويعتقد أن المكان ضريح مشهد أو رؤية خاصة لأحد كانت لأحد الأولياء. أما الموقع الأصلي لمدفن الشيخ علي بن دقيق العيد يقع في القاهرة، ولكن ضمن عادات العوام إقامة أضرحة ومقامات للعلماء والصالحين في أكثر من مكان في ربوع البلاد، لذا أقيم له أكثر من ضريح، أحدهما في مدينة قوس والآخر داخل معابد الكرنك. ويعتبر الشيخ تقي الدين هو أحد أهم وأبرز العلماء